السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة إنجليش ببساطة مع مس أروى غريب. النهاردة إن شاء الله هنشرح سؤال القطعة الريدنج، واللي أغلبية الطلبة بيشتكوا منها. المشكلة اللي انتوا بتقعوا فيها إن كتير منكم أول ما بيشوفوا قطعة الريدنج بيبدأوا يقرأوا القطعة من أولها لآخرها، وبيحاولوا يفهموا كل كلمة، ولما بتيجوا على الأسئلة بتتلخبطوا ومش مش بتفتكروا الإجابات. يبقى بتتلخبطوا ومش بتفتكروا الإجابات. النتيجة إن أنت وقتك ضايع، وكمان عندك تشتت، ونص الإجابات بتاعتك غلط. طيب إيه الحل؟ الحل هنا معايا، أنا جايبه لك الحل. الصفحة دي اللي قدامك دي اللي ظاهرة على الشاشة عاملة زي الخطة السحرية عشان تعرف تحل قطعة القراءة من غير ما تتوه. طيب تعالوا نبص كده معايا على step number 1 اللي أنا علمتلكوا عليها. step number 1 بتقولك إيه؟ read the questions first. اقرأ الأسئلة الأول قبل ما تقرأ القطعة. طيب ليه يا مس؟ لأن لما تشوف الأسئلة الأول هتعرف أنت بتدور على إيه بالظبط جوه القطعة نفسها. يعني مثلا تعالوا نشوف سوا. لو السؤال بيقول لك، بصوا كده معايا، when did علي travel to London، ونحط علامة الاستفهام بتاعتنا. تمام؟ يبقى ركز وانت بتقرأ. أول ما تشوف كلمة علي، بصوا كده، أول ما نشوف كلمة علي أو لندن أو حتى travel، ركز، ده هيساعدك تعرف الإجابة بسرعة من غير ما تحفظ القطعة كلها. يبقى إيه؟ إحنا هندور على الكلمات المفتاحية اللي فين في السؤال في القطعة. طيب نرجع مرة تانية ونركز مع بعض على step number 2. بيقول لك إيه؟ skim the passage. اقرأ القطعة بسرعة علشان تاخد فكرة عامة. طيب بالراحة كده يا مس، وبعد إذنك قولي لنا يعني إيه skim. يعني أنت بتقرأ بعينيك بسرعة كده من غير ما توقف أو من غير ما تقف عند كل كلمة مش فاهمها. يعني أنا دلوقتي في كلمات أنا مش فاهمها، هل هقف عند كل كلمة أنا مش فاهمها؟ كده هتاخد وقت كبير جدا وهتشتت نفسك. طيب الهدف إنك بس تعرف القطعة بتتكلم عن إيه عموما، قصة، مقال، أو حتى رأي. تمام؟ مش لازم تفهموا كل كلمة في القطعة، المهم تفهموا مين وفين وإمتى وبيحصل إيه، وده كفاية عشان تجاوبوا على الأسئلة الجاية كلها في القطعة بعد كده. يعني just know who, when, where, what. زي ما قلت لكم لازم تعرفوا الأسئلة دي عن طريق القراءة السريعة. تمام كده؟ طيب نيجي عند step number 3. بيقول لك scan for keywords. يعني ايه؟ يعني دور بسرعة على الكلمات المهمة اللي موجودة في السؤال. يعني ايه سكان؟ طيب الأول يا مس كده، يعني تستخدم عينك انك تمشي بعينك بسرعة على السطور لحد ما تلاقي الكلمة اللي شبه اللي في السؤال. اتفقنا لغاية دلوقتي؟ طيب زي مثلا لو السؤال فيه كلمة birthday، اوكي، دور عليها في القطعة، أول ما تلاقيها اقرأ السطر اللي حواليها هتلاقي الإجابة هنا عندك. اتفقنا؟ طيب الطريقة دي بتخليك تحل القطعة بسرعة ومن غير ما تتوتر أو تضيع وقت في كلمات صعبة. مش لازم، خلي بالك هنا في نقطة مهمة، مش لازم تفهم القطعة كلها عشان تجاوب صح، لكن لازم تكون ذكي وتعرف ازاي تقرأ بذكاء مش بسرعة وبس. يا جماعة القطعة مش اختبار في الحفظ، لازم نفهم النقطة دي كويس جدا. القطعة مش اختبار في الحفظ، دي اختبار في الفهم والتركيز.
عشان أول شيء شوفوا الأسئلة. يبقى لو هنلخص كده ملخص سريع لل3 steps اللي احنا خدناهم، أول حاجة شوفوا الأسئلة، بعدين خدوا فكرة عامة، وبعدين دوروا على الكلمات المفتاحية. بالطريقة دي هتحلوا صح وكمان هتوفروا وقت. ده كده الجزء الأول من طريقة حل سؤال القطعة بطريقة سهلة وما تضيعش وقت كتير، وفي نفس الوقت طريقة هتسهل عليك ان انت تحل البعبع او تحل سؤال القطعة من غير ايه، من غير ما تبقى متضايق ومتوتر وعندك كده ايه، متضايق ان انا مش عارف احل. فدي خطوات ان شاء الله هتساعدكم. ده الجزء الاول من الفيديو بتاعنا، تابعوني عشان لما انزل باقي الاجزاء توصل لكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.